بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مس دعاء مكي. ان شاء الله النهارده يا ولاد هشرح لكم اول درس في منهج الديسكفر للترم الاول برايمري 2. هتقولوا لي يا مس دعاء هو اصلا يعني ايه ديسكفر؟ احنا عندنا ماده اسمها عربي، ماده اسمها انجلش، ماده اسمها ماث. يعني ايه ديسكفر؟ الديسكفر دوت هو ميكس، يعني مجموعه مواد مع بعضها. الديسكفر هو عبارة عن ساينس، علوم، بندرس فيه عن الهيومن، عن البني آدم، بندرس فيه عن البلانتس، عن النباتات، بندرس فيه عن الانيمالز، عن الحيوانات. وكمان يعتبر مادة تانية اسمها جيوغرافي. يعني ايه جيوغرافي؟ يعني جغرافيا. ايه الجغرافيا دي؟ بندرس فيها عن ايه؟ بندرس فيها مثلا عن الويذر، الجو، بندرس فيها مثلا عن النايل ريفر، عن نهر النيل، بندرس فيها مثلا عن السيتيز اوف ايجيبت، عن مدن مصر، بندرس فيها مثلا عن الفاميلي، عن العيلة بتاعتنا. يبقى احنا بندرس كتاب فيه مادتين مع بعض، وساعات كمان بيدخل الماث معاهم، نقدر نقول كمان 3 مواد مع بعض، عشان كده بيقولوا عليه كتاب الباقة. تمام؟ طيب المنهج بتاعنا بقى تقسيمته ايه عشان ما نبقاش تايهين من البداية؟ المنهج بتاعنا بيتقسم لحاجة اسمها 4 themes. يعني ايه 4 themes؟ يعني 4 محاور، 4 موضوعات. الترم الاول بناخد الموضوع الاول والموضوع التاني. تعالوا نشوفهم مع بعض. ايه الموضوع الاول والموضوع التاني؟ قدامنا اهو. ثيم 1 المحور الاول او الموضوع الاول اللي هنتكلم عنه عن ايه؟ عن who am I، انا مين. طيب عشان ادرس الموضوع ده باخد حاجة اسمها chapter 1 و chapter 2 و chapter 3، 3 فصول، كل فصل فيهم فيه حوالي 10 دروس، يعني 10 و10 و10، يعني حوالي 30 lessons. يبقى theme 1 في حوالي كام؟ في حوالي 30 lessons، 30 درس. اوكي، كل chapter ليه عنوان. الشابتر الاول اللي هنبتدي بيه النهارده اسمه A Day in My Life، يوم في حياتي. بعد كده هناخد Taking Care of Me When I Grow Up. تمام؟ طيب بعد كده هناخد موضوع جديد اسمه The World Around Me، العالم حولي عامل ازاي. هناخد عن chapter 1 هناخد فيه What is in the night sky. chapter 2 هناخد فيه Helping my habitat. chapter 3 هناخد فيه monumental designs. طبعا كل chapter هندرسه بالتفصيل وهنفهم ايه التايتلز دي. يهمنا نعرف النهاردة ان احنا بنبتدي بثيم 1 اللي هو who am I، انا مين. فشكلنا كده هنتعلم ايه في المحور ده؟ هنتعلم عن نفسنا. اتفقنا؟ طيب هنبتدي بشابتر 1 اللي هو اسمه ايه؟ A day in my life، يوم في حياتي. شكلنا كده هنتعلم عن ايه؟ عن حاجات في حياتنا اليومية بتحصل لنا. تيجي نبتدي مع بعض ونشوف. طيب اهم حاجة لازم تعرفوها انه انا بشرح لكم من كتاب المدرسة. كتاب المدرسة بتشوفوا فيه صور، ما بتشوفوش فيه شرح. طب انا بجيب الشرح منين؟ من كتاب تاني معمول مخصوص للتيتشر اسمه تيتشر جايد. فبجيب منه المعلومات المهمة اللي انتوا محتاجين تشوفوها بعينيكم وتقروها معايا، وبحطها في شيت زي الشيت اللي قدامنا ده كده اللي انا فاتحاه. خلاص، يبقى دلوقتي انا معايا شيت اهو بشرح لكم منه، ومعايا على اليمين اهي صور كتاب المدرسة. عشان تشتغلوا معايا انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين تفتحوا كتاب المدرسة على البيج اللي فيها الليسن بتاعنا. على الليسن بتاعنا هقول لكم البيج بتاعته رقم كام، وتمسكوا البنسل بتاعكم، الاريزر بتاعتكم، وتسمعوني. لو في حاجة محتاجين تحلوها بتوقفوا الفيديو وبتحلوا. لو محتاجين تسمعوا الشرح بتسيبوا الكتاب من ايديكم وتركزوا كويس جدا. متفقين؟ طيب يا ميس دعاء احنا عايزين شيت الشرح ده عشان لما نيجي نذاكر الكتاب بتاعنا ابيض. حاضر، شيت الشرح ده موجود في اول كومنت للفيديو، تقدروا تطبعوه ويبقى عندكم كتاب المدرسة وشيت الشرح. متفقين كده نظامنا ايه؟ انتوا مش محتاجين غير ان انتوا بس تقعدوا وتسمعوني. طيب نبتدي مع بعض. chapter 1 قلنا اسمه ايه؟ A day in my life، يوم في حياتي. يلا بينا. اول حاجة هتعملوها دلوقتي هتفتحوا معايا page 3 في كتاب المدرسة. في ستوري قدامنا
المفروض اني هقراها لكم. قبل ما اقرا لكم الستوري بيقول لنا ايه في شيت الشرح، تعالوا نشوف. We will be learning about ourselves and our roles within our families and at school. يعني في الشابتر ده هنتعلم عن نفسنا وهنتعلم عن دورنا في الأسرة بتاعتنا، بنعمل ايه مع أسرتنا، مع بابا وماما واخواتنا في البيت، وبنعمل ايه في السكول بتاعتنا، في المدرسة بتاعتنا. يبقى احنا كده فهمنا الشابتر ده هندرس فيه ايه. تعالوا بقى نبتدي بالستوري الجميلة بتاعتنا. يلا بينا، جاهزين؟ page number 3 هقرا لكم. meet نور's family. هتقابل مين؟ هتقابل عيلة نور. مين نور دي؟ نور دي واحدة صاحبتنا هتفضل معانا في الستوريز في الديسكفر. طول ما احنا بنذاكر الديسكفر ده هنسمع اسم نور كتير، وغير نور في ناس تانية هنسمع اساميهم، بس البطلة بتاعتنا البنوتة الجميلة اللي اسمها ايه؟ نور. follow along as the teacher reads the story. يعني المفروض ان التيتشر يقرا لكم الستوري وانتوا تسمعوا. يلا بينا. Hi, my name is نور. ازيكم؟ انا اسمي نور. I'm 7 years old. انا عندي 7 سنين. I live in Cairo. انا بعيش في القاهرة. I have a big sister named سارة. عندي اخت كبيرة اسمها سارة. And a little brother named سمير. واخ صغير اسمه ايه؟ اسمه سمير. We live with our mom. عايشين مع مامتنا. Dad مع بابانا. Grandma مع جدتنا. And grandpa ومع جدنا. We live in a tall apartment building. ده احنا عايشين في مبنى طويل، واضح كده ان عدد ادواره طويلة، 6 ادوار مثلا. I also have an aunt. وكمان انا عندي خالة او عمة. خلي بالكوا الانت ممكن تبقى الخالة او العمة، يعني ممكن تبقى اخت ماما او اخت بابا. an uncle وعندي خالي او عمي. and 2 cousins وعندي 2 cousins. الكازن اللي هو ابن عمي او ابن خالي، بنت عمي، بنت خالي. اوكي. they live in Cairo near us. يبقى هم عايشين فين؟ عايشين في القاهرة قريب مننا. قرينا الستوري، يلا بينا على شيت الشرح نشوف بيقول لنا ايه. شيت الشرح بيقول لنا نور is a girl in primary 2. نور بنوتة في تانية ابتدائي. just like you. زيكم بالظبط يا ولاد. كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي وبيذاكر الديسكفر في كام؟ في primary 2. she is going to help us as we learn throughout the chapter. نور هتساعدنا خلال تعلمنا الديسكفر وفي الشابتر ده. خلاص. In this story we heard about the members of Noor's family. في القصة دي سمعنا عن مين؟ سمعنا عن الناس اللي موجودة في أسرة نور، صح كده؟ مين هم الفاميلي ممبرز؟ تفكروا وتجاوبوا دلوقتي، توقفوا الفيديو وتقولوا الفاميلي ممبرز مين ومين 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 ومين. اوكي؟ عرفتوا هم مين؟ كملوا معايا. Every person in a family has a job to do. كل واحد في الأسرة بتاعتنا بيبقى عنده دور بيعمله، بيبقى عنده شغلانة معينة بيعملها. Jobs you have in your family can also be called your responsibility in your family. الجوب أو الوظيفة أو المهمة اللي بتقوم بيها في بيتك مش شرط ممكن نسميها جوب، ممكن نقول عليها responsibility. المسؤولية بتاعتي ايه؟ مش فاهم يا مس دعاء؟ هديكوا مثال. For example, I am responsible for cooking dinner in my family. على سبيل المثال أنا مس دعاء أهو مسؤولة إني كل يوم لازم أطبخ العشاء في الأسرة بتاعتي. أنا اللي مسؤولة عن العشاء. مين اللي بيعمل العشاء كل يوم؟ مس دعاء بتعمله في بيتها. اتفقنا؟ طيب انتوا ممكن تكونوا مسؤولين عن ايه في البيت؟ You might be responsible for washing the dishes. ممكن تكوني يا بنوتة يا جميلة اللي بتسمعيني بتغسلي لماما الطبق بعد العشاء. Or taking out the trash.
وانت ممكن تكون ماما بتديك التراش وبتقولك اخرج ارميها بره البيت في الباسكت اللي بره البيت، صح كده؟ يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها responsibility. المسؤولية بتاعتكوا ايه؟ كل واحد عنده مسؤولية متحددة له في البيت. Who will wash the dishes? Who will throw the trash? Who will cook the food? كل واحد عنده مسؤولية. خلاص؟ طيب يبقى عرفنا دلوقتي what the meaning of responsible. اوكي تعالوا نشوف اللي بعد كده. هنروح للبيج اللي بعد كده في كتاب المدرسة. يلا بينا. تعالوا نسمع مع بعض the family responsibilities. مسؤوليات العيلة. كل واحد بيعمل ايه في العيلة. Listen for who is responsible for jobs in Noor's family. اسمعوا معايا كل واحد في عيلة نور بيعمل ايه. Everyone helps in my house. مين اللي بيتكلم؟ مين الناريتور؟ مين اللي بيحكي؟ نور. بتقول كل واحد بيساعد في الأسرة بتاعتنا في البيت بتاعنا، محدش بيلعب، كل واحد عنده دوره. My mom and dad work during the day. ماما وبابا بيشتغلوا خلال اليوم. My mom, my grandma and grandpa take care of my brother سمير. تيتا وجدو بيخلوا بالهم من مين؟ من أخويا سمير. Grandma goes to the market to buy food. تيتا بتروح السوبر ماركت والسوق أو السوق عشان تشتري الأكل. Grandma also cooks dinner. وتيتا كمان الريسبونسبيلتي بتاعتها ايه؟ دي كمان بتطبخ العشاء. My big sister سارة and I help her prepare dinner. أنا وسارة الريسبونسبيلتي بتاعتنا ايه؟ بنساعد تيتا وهي بتحضر العشاء. After we eat everyone cleans the kitchen. بعد ما بناكل كل واحد بينظف فينا المطبخ. يبقى كلهم الريسبونسبيلتي بتاعتهم ايه؟ clean the kitchen. Dad helps my sister and me with our homework. Their father باباهم الريسبونسبيلتي بتاعته ان هو يساعدهم في الهومورك بتاعهم. My mom cleans the house. ماما بتنظف البيت. My big sister سارة helps my mom clean too. اختي الكبيرة سارة بتساعد ماما وهي ايه؟ بتنظف. If something breaks in the house my dad fixes it. لو حاجة اتكسرت في البيت بابا بيصلحها. When the leg of our table broke my dad let me help fix it. لما رجل الترابيزة اتكسرت بابا خلاني أساعده نصلحها. I really enjoy being helpful to my family. أنا بستمتع جدا إن أنا بساعد الأسرة بتاعتي. مين اللي كانت بتتكلم؟ البنوتة اللي اسمها نور. من ضمن الحاجات اللي عايزاكم تتعودوا عليها ان بعد كل ستوري او معظم الستوريز في الديسكفر بجيب لكم اسئله جايه لكم من كتاب التيتشر جايد، مش انا اللي كاتباها. الاسئله دي عشان نتاكد ان انتوا فهمتوا الستوري كويس. يلا بينا هقول لكم الاسئله دي وانتوا تجاوبوها مع نفسكم، انا مش هحلها، كل اجاباتها موجوده في الكتاب في الستوري. يلا بينا. Who is responsible for preparing dinner؟ مين اللي بيحضر العشاء؟ اللي بعده. Who is responsible for cleaning after dinner؟ مين اللي مسؤول عن التنظيف بعد العشاء؟ اللي بعده. Who is responsible for going to the market؟ مين اللي مسؤول انه يروح السوق يشتري الطلبات؟ يلا نشوف اللي بعده. Who is responsible for fixing the broken table؟ مين اللي مسؤول عن تصليح الترابيزة المكسورة؟ Who is responsible for helping with homework؟ مين المسؤول انه يساعد ناس بيعملوا الهومورك؟ مين اللي بيساعدهم في الهومورك؟ مين ده؟ Who is responsible for taking care of the little brother؟ مين اللي بيخلي باله من الولد الصغير؟ تمام؟ طيب يبقى كل دي responsibilities in Noor's family. هسألكوا سؤال. Who has
those responsibilities in their family. مين فيكو عنده المسؤوليات دي في عيلته؟ مين فيكو بيسمعني عنده مسؤوليات في عيلته؟ مسؤوليات بابا ايه؟ responsibilities of your mother ايه؟ responsibilities of you ايه هم؟ تمام؟ طيب يبقى دلوقتي المفروض ان انتوا تقعدوا تفكروا في your responsibility و your family's responsibilities. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. بعد ما فكرتوا في الريسبونسبيلتيز بتاعتكم وبتاعه الفاميلي عندكم، هنحل page number 5. My responsibility in my family. مسؤوليتي ايه بقى في الأسرة بتاعتي؟ أنا مسؤول عن ايه؟ Draw and write a sentence to describe your job. هترسم رسمة هنا وتكتبي جملة هنا تعبر عن المسؤولية اللي عندكم في الأسرة بتاعتكم. بتعملوا ايه؟ يبقى انتوا المفروض توقفوا الفيديو دلوقتي وتحلوا الجزء ده وترجعوا لي. ليه هترجعوا لي؟ عشان هوريكم مثال على الحل. مش عايزاكم تشوفوه، انا عايزاكم تحلوا الاول وبعد كده تتفرجوا عليه، مش تتفرجوا بعد كده تحلوا. متفقين؟ وقفوا الفيديو، حلوا السؤال وبعد كده ارجعوا شوفوا انا عملت ايه. يلا بينا. ادي مثال للحل يا ولاد. جبتلكوا بنوته جميله بتروق اوضتها وكتبتلكوا سنتنس مكتوب تحتها I tidy my bedroom. انا بنظف اوضه النوم بتاعتي. الجمله دي ليها علاقه بالايه؟ بالصوره. اوكي، هي بتعمل كده في الصوره. انتوا المفروض ترسموا بايديكم. خلاص انا جايبالكوا صوره بس عشان افهمكم المفروض تعملوا ايه. طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده. بصوا يا ولاد، الجزء اللي بعد كده وهو page number 6. page number 6 انتوا المفروض تحلوها في المدرسة، ما بتتحلش في البيت. ليه؟ المفروض انه التيتشر عندكم في الكلاس بيجمع على البورد او بيكتب على البورد على السبورة كل الريسبونسبيلتيز بتاعتكم في البيت. اوكي، وبعدين بيجي يختار 4 منهم ويكتبهم هنا تحت او يرسمهم، ويبتدي يشوف كل واحد فيكم في الكلاس بيعمل انهي ريسبونسبيلتي من ال4 دولت ويلون في الجراف ده. عشان كده اسمه graphing our family responsibilities. فالجراف ده المفروض يتعمل في الكلاس مع مجموعة من الأطفال اللي في برايمري 2. فطبعا أنا مش هعرف أنفذوه دلوقتي عشان أنا مش قدامي جروب كبير، أنا بشرح لكم أونلاين. فأنتوا اللي هتعملوه إن أنتوا ممكن تنفذوا الجراف ده مع اخواتكم في البيت، مثلا مع اصحابكم. لو انتوا في الكلاس هتعملوه مع اصحابكم والتيتشر. اتفقنا؟ يبقى هو ده ايه التطبيق او المفروض انه يتطبق هنا في البيج دي. تعالوا نشوف مثلا مثال يوضح لكم انا اقصد ايه. ادي قدامنا اهو، مثلا لو التيتشر اختار ال4 responsibilities دولت اللي هو tidy my room wash the dishes و prepare مثلا the food و throwing the trash. ادي دول 4 responsibilities. وجي التيتشر وابتدى يسألكوا كل واحد بيعمل ايه من دولت. بعد ما كل واحد يجاوب التيتشر بيبتدي يعلم، فيشوف ايه اكتر responsibility عندكم في الكلاس بتعملوها زي بعض. بس كده. عشان كده بقول لكم ان ده المفروض بيتعمل في الكلاس مش في البيت. بكده نكون خلصنا الدرس الاول من الترم الاول Discover Primary 2. هتوحشوني لحد ما اشوفكم واسجل لكم الدرس، اصور لكم الدرس التاني ان شاء الله. ما تنسوش شيت الشرح موجود في اول كومنت للفيديو، ما تنسوش تطبعوه. هتلاقوا كمان يا ولاد في الكومنت الاول للفيديو لينك كتاب المدرسة لو حابين تحملوه لو كتاب المدرسة مش عندكم، وهتلاقوا كمان لينك اكاونت التليجرام الخاص بيا لو حابين تتواصلوا معايا عشان تبعتولي البروجكت بتاعتكم، تبعتولي الهوم ورك بتاعكم، عايزين تستفسروا عن حاجة. وكمان هتلاقوا لينك جروب الفيسبوك اللي بنزل عليه كل التفاصيل لو في اي اخبار جديدة خاصة بالديسكفر، او لو هنزل درس جديد بنزله برضو على جروب الفيسبوك. اشوفكم على خير باذن الله. باي باي.